بياع في الرياض يرتكب مجزرة يندى لها الجبين وكل الطلاب يتفاجئون، اختار المدرسة ولم يعطي اهتمام لعائلته وأولاده الذي بعد الفعلة الذي سوف يقدم عليها ويرتكبها بحق الأساتذة والطلاب لن يرى النور ولن يرى أولاده مجددا. هو لم يكن يعتقد أنه سوف ينال هذا الجزاء أو أنه سوف يتم القبض عليه لأنه قام بحيلة، ولكن الحيلة هذه لن تنطلي على أجهزة الدولة حفظهم الله. القصة بدأت أن هنالك مدرس في إحدى المدارس في الرياض من الجنسية العراقية، كان مدرس له احترامه وله تقديره وله أسلوبه الخاص في سرد المعلومات وسرد المواد المخصصة على الطلاب بكل يسر وسهولة، ولكن تحول من الأسلوب الحباب إلى أسلوب الجحيم مع الأساتذة ومع الطلاب. هنا الإدارة أشعرته إشعار وتم فصله، وكان لديه مشاكل مع الأساتذة. بعد أن تم الفصل قام بمشادات كبيرة مع الإدارة، والسبب ماذا؟ أنهم تم فصله، وهذا العادي والاعتيادي. ولكن غير الاعتيادي أنه بعد أن تم فصله قرر أن يدخل إلى المدرسة وبيده سلاح كلاشينكوف، سلاح ناري وفيه طلقات رصاص حية عديدة. دخل وضاع في رأسه مخطط هو القضاء على الأساتذة الذي كان لديه خلاف معهم. أول بدايته وأول من بدأ به هو أستاذ فلسطيني كان بأحد الصفوف وأحد الأبواب التي قام بفتحها، قام بإسدال الستار عن حياته وتوجيه وابل من الرصاص على أنواع وأجزاء عديدة من جسمه. وبعد ذلك لم يكتفي بل هو منتشي وكأنه لم يفعل شيئا، قرر فتح باب آخر من الفصول الدراسية. الطلاب شعروا بالذعر، هذا الموقف لن ينسوه طيلة حياتهم، إذ أن هنالك أساتذة تسهق أرواحهم أمام هؤلاء الطلاب، كان الله في عون الطلاب. ذهب إلى الفصل الآخر وأيضا وجد أحد الأساتذة الذي لديه مشاكل معهم وقام بتوجيه وابل من الرصاص على أجزاء متفرقة ومتعددة من جسمه. هنا فر من المدرسة ويعتقد أنه لن يتم القبض عليه من المباحث، ولكن كان واهيا ولم يكن يعلم بذلك لأنه بليد. غير ملامح وجهه محاولة بالتستر على الفعلة وأنهم لن يستطيعوا العثور عليه، ولكن أجهزة الدولة تم القبض عليه وتوجيه الاتهامات عليه. أنكر في البداية، ولكن ثبوتية وكفاءة أجهزة الأمن والدولة التي تقط المسمار ثبتت عليه التهمة، وتم إصدار قرار بعد المحكمة وهو بجزاء الله من فوق سابع سماء القتل، وهذا أقل من الجزاء الذي قد يستحقه جراء الفعل الشنيع الذي أقدم عليه وأرهب الطلاب وجعل حياة مدرسين تذهب إلى الدار الآخرة. السلام عليكم.